أنا زهقت. في آخر شهرين حياتي كانت متشقلبة، تفكير كتير جدا، سواء عشان نتيجة ثانوية عامة، اختيار الكلية، أو إن أتعلم مهارة جديدة وأشتغل. تفكير بقى في كل مكان، وأنا نايم أو قاعد في الشارع أو حتى في الحمام. إزاي أكون أحسن بعد كده، والاختيارات اللي هعملها في الوقت ده هتحدد حياتي اللي بعد كده. لغاية لما وصلت حطيت أهداف كل يوم، بكتب تاسكات كل يوم، بتشجع أكتر من اليوم اللي قبله، كل يوم شغل أكتر من اللي قبله. نقلت وعشت مع أخويا في شقة لوحدنا، بدأنا الشركة بتاعتنا لابك دوت كوم، واشتغلت كفريلانسر. اخترت الكلية العظيمة حاسبات، نزلت الجيم وبدأت أكون أحسن كتير، وكل حاجة كانت عظيمة، شغل كتير وتفكير أكتر بكتير، كل يوم أحسن من اليوم اللي قبله. بس لغاية لما وصلت لمرحلة وكأن دماغي قفلت الباب. وقفت كل حاجة، ما بقتش بنزل الجيم، رجعت أسوأ من الأول. أهملت الجزء اللي كان عليا من الشركة، ونوعا ما خسرت الشغل الفريلانس بتاعي. بقيت كل اللي عايزه بس إن أفضل نايم، مش قادر أفكر في حاجة. حسيت كمان إن اخترت الكلية غلط، كل حاجة رياضة وأنا كنت علوم، أنا إيه اللي جابني هنا؟ لغاية لما مبقتش قادر أكتب تاسكات، أتعامل مع الناس، أتعلم أي حاجة، أروح الجيم أو حتى أنزل الشارع. وكأن كنت على جبل ومرة واحدة وقعت. كنت خلاص زهقت. حياتي لفترة كبيرة كانت عبارة عن الموبايل، السرير وبس. حاسس إن بس مش عايز أعمل أي حاجة. البيرن اوت أو فقدان الشغف هو حالة من الإرهاق الجسدي أو العاطفي، ممكن يحصل نتيجة للتوتر أو الضغط على المدى الطويل في وظيفة أو حاجة معينة، أو لما أكون في دور أو شغل مرهق جسديا أو عاطفيا لمدة طويلة. فضلت فترة كبيرة وصلت لشهرين في المرحلة دي، لغاية لما زهقت وبس. هنا أنا ما كنتش عارف أعمل إيه أو إزاي أخرج من هنا. بقيت في بالونة مش عارف أطلع منها. دكتور عبد الله، ايه الاخبار؟ اتمنى تكون بخير. في البداية أنا سعيد جدا جدا أن أكون معك موجود في هذا الفيديو. سيف، أنت من اليوتيوبرز النادرين الرائعين اللي أتوقع له فعلا مستقبل مبهر، من الناس اللي قاعد يعيش التجربة وقاعد يوثقها زي ما هي وقاعد يشاركها الناس، وإيش الشيء اللي تعلم وإيش الشيء اللي فرق معاه وإيش الشيء اللي ممكن يفرق مع الطلاب. ففعلا شكرا لك على توثيق هذه التجارب وهذه اللحظات اللي أتوقع بعد سنين بسيطة بإذن الله تعالى راح ترجع وراح تلاقي فيه كمية هائلة من التجارب اللي قاعد تخوضها. ربنا يخليك يا الله دكتور. يقوي توفيقك يا باذن رب. الله. مرة سعيد. بصراحه انا كان بقالي فتره كبيره كده مش تمام، وشفت فيديو ليك كنت بتتكلم فيه عن فقدان الشغف. والفتره دي انا بصراحه الفتره دي بقى لها كتير قوي معايا. فكنت بما انك جربت ده كذا مره وكتير، فكنت حابب ان نستفيد كلنا من تجاربك، وكنت عايز اعرف بس شويه حاجات كده. في الاول، هو طبيعي فتره فقدان الشغف او البيرن اوت دي تتطول كده او كتير كده؟ فترة فقدان الشغف، فقدان الحافز، فقدان الحماس هي فترة تمر بنا جميعا. كذلك في شيء ثاني، في شيء اسمه اكتئاب ما بعد الإنجاز، ما بعد النجاح، ما بعد الوصول. كذلك هي تمر بكثير من الناس. فبالتالي الشيء الأول اللي يطمنا جميعا إنه أعرف إن هذا شيء طبيعي، وهذا الشيء قاعد يصير مع الجميع، والجميع يمر فيه، مو شرط الآن، ممكن حيمروا فيه أو ممكن مروا فيه. فبالتالي تطبيع هذا الشيء ووجوده حولي بشكل طبيعي هذه علامة تطمني في البداية إنه أنا من الحالي. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، كثير من هذه الأحداث اللي تصير لي وتصير لك وتصير لكثير من الناس حولنا ما تكون بيدك. يعني فعلا تتعرض لفترة من الضغط، لفترة من التوتر، لفترة من الظروف اللي تكالبت فوق بعضها البعض، ظروف عائلية، دراسية، اجتماعية معينة، فتلاقي أنك دخلت في هذه الدوامة. ولكن مسؤوليتك اليوم انك انت اللي تطلع منها قد ما تقدر، انك انت تطلب المساعدة، انك انت تبدأ تحاول قد ما تقدر انك تطلع منها. وهذه رسالة اقولها لكل واحد منا يعاني من ضغوطات في الحياة، اللي هو تقريبا كلنا. بتلاقي نفسك في لحظات فعلا تكون محبط، في لحظات تكون فيها فاقد للحماس، فاقد للطاقة اللي كانت موجودة في حياتك قبل كذا. فبالتالي ايوه، ممكن ما تكون بيدك، ممكن تكون بأسباب خارجية، لكن دورك انت ومسؤوليتك انت انك تحاول انك تطلع منها ان شاء الله. هو انا كنت على طول دايما بقول انها فترة وهتعدي، بس فكرة ان انا كنت احطها ان هي فترة وهتعدي، فترة وهتعدي، كل يوم يعدي اقول فترة وهتعدي، خلاها ما بتعديش، خلني بقيت واقع في الحفرة دي مش عارف اطلع منها. طيب ازاي ممكن اخرج منها، او ازاي بقى خلاص يعني هي طولت كده، انا زهقت، ازاي ممكن ارجع زي ما كنت او اوقف فقدان الشغف ده؟ الشيء الاول، ارتاح، ريح، وقف، اقطع. احيانا انا وانت نكون في دوامه من عارف دوامه هامستر ده اللي يجري مو شايف شيء، هو شايف قدامه كفر بيتحرك يجري وهو مو عارف فين رايح، هو رايح قدام اللي رايح ورا، بس هو قاعد في العجله يدور. فتحتاج انك توقف في البدايه،
وفعلا تاخذ إجازة تجلس فيها بينك وبين نفسك، تقعد تتأمل كيف كان روتينك، كيف كانت حياتك. أحيانا هذه الوقفة لو أنت ما سويتها راح يجي شيء يوقفك، فلذلك تجي أحيانا فترات فقدان الشغف لما خلاص توصل لعمق الزجاجة. لو وقفت قبلها كان ممكن تداركت الموضوع شوية مثلا. ولكن كويس، هي علامة تنبهك إنه في شيء غير متزن، ووقف قبل لا تصقع، أو حتى لو صقعت ما في مشكلة، حتتألم شويتين بس راح تقدر إن شاء الله تتجاوزها. فالشيء الأول ارتاح. الشيء الثاني ابدأ أشوف الأمور من بعيد، كيف الأمور ماشية. طب أنا أصلا كم ساعة بنام؟ طب أنا كم ساعة بدي أهلي؟ أنا كم ساعة بديها بشكل روحاني وديني وبأدي الواجبات اللي علي؟ أنا إيش الشيء اللي مفرط فيه في صحتي؟ إيش الشيء اللي مفرط فيه في عملي؟ فتبدأ تطالع في عجلة الحياة اللي مو لازم تكون مكتملة 100%، لكن تبدأ تشوف إيش النواقص اللي فعلا موجودة واللي أدت إلى أنه والله ما عندي الحماس اللي كان موجود من أول. فبالتالي ترتاح، توقف، تطالع من بعيد، تبدأ تبني الروتين اللي فعلا ممكن يساعدك انك تتجاوز هذه المرحلة وتتزن الى حد ما. يعني هي ما هي خطوة تخليك خلاص يلا الآن عدت للحياة من جديد، لكن هي خطوات تدريجية تساعدك بإذن الله تعالى إنه الحماس اللي كان موجود في حياتك أول يرجع أضعاف مضاعفة بإذن الله تعالى. فأحيانا الواحد يقول الحمد لله على نعمة هذه اللحظات اللي تخلينا نتذكر أنفسنا، اللي تخلينا فعلا نعيش الحياة، اللي نبني المعنى هذا من جديد. فبالتالي هذا المعنى يبدأ يتكون من هذه اللحظات الضعف اللي بإذن الله تعالى بعدها يصير الموضوع مسوي زي بالضبط السهم اللي أحيانا يرجع ورا. هو الآن قاعد يرجع ورا، مو قاعد يتقدم، قاعد يرجع ورا، لكن قاعد يرجع ورا ليستعد بإذن الله تعالى انطلاقة قوية. فبالتالي هذه فرصة أنك أنت فعلا توقف وتشوف إيش اللي كان موجود أول، وكيف تقدر تعدله، وإيش الوزنية الجديدة اللي ممكن تبنيها بإذن الله تعالى. طيب بما ان بنتكلم عن الشغف وفقدان الشغف، انت ايه تجربتك مع فقدان الشغف؟ والله أنا فترات فقدان الشغف يمكن أشارك بعضها على اليوتيوب، وكثير منها أصلا تصير بيني وبين نفسي يعني، فهي تجيب باستمرار. يعني هي تيجي خاصة بعد فترات الإنجاز، بعد فترات الضغط، بعد الفترات اللي أعصر فيها نفسي فعلا وأدعس دعسة جامدة مثلا في عمل معين أو في مشروع معين وأنجزه، فلاقي نفسي فعلا أوصل لمرحلة أنا ماني قادر، زي لما تكرف وتنام وتصحى خلاص اليوم بعده ما تبي تسوي شيء. بالضبط هذا يمكن هذا وجه من وجوه فقدان الشغف البسيط المؤقت، عارف. لكن فعلا أنا بتجيني باستمرار، ودائما بلاقي حلها في الإجازات الصغيرة، الويكند الغير مألوف. يعني الواحد أحيانا بيشتغل حتى في الويكند، مثلا زي ما الطلاب أحيانا بيذاكروا في الويكند، فألاقي نفسي خلاص في ويكند معين هذا الويكند فاضي تماما، أسوي شيء غير مألوف، أسافر مثلا سفرية سريعة وأرجع لو ربي يعني كان ميسرها، أو أخوض تجربة جديدة مختلفة. فبالتالي كيف لو كان هذا الموضوع مستمر؟ أنا لسه يعني للأسف إني ما مضبطها 100%، بس فرص الويكندات هذه السريعة أو حتى المتعة في أثناء اليوم نفسه، يعني من الأشياء اللي ممكن الواحد فعلا يسويها إنه يقول خلاص أنا بعد الساعة 5 ما حاشتغل، بعد الساعة 5 هو وقت بيني وبين نفسي، وقت مع أهلي، وقت طلع، وقت رياضة، وقت أي شيء سوى العمل مثلا. فبالتالي وجود هذه الاستراحات البسيطة اليومية أو الأسبوعية فعلا تجدد طاقة الحماس فينا، وهي اللي فرقت معي صراحة في تجربتي الشخصية مع فترات فقدان الشغف، لأن مي فترة واحدة، حتى لو طلعت منها راح ترجع مرة ثانية بإذن الله. لكن هي الفكرة إنه كل مرة ترجع فيها من جديد تبدأ توازن لك جانب مختلف في حياتك. يعني الواحد محتاج ياخد بريك، هي البريك. طب ازاي ممكن نغير حياتي للأفضل؟ يعني احنا في العادة كل سنة بنفضل في نفس الفيلم، نفس الدايرة المستمرة اللي خلاص 2020 قربت تخلص، بس ازاي السنة الجديدة هتبدأ؟ ايه ازاي حياتي تكون احسن؟ ازاي اغير من حياتي انها تبقى للأحسن؟ لو كنت ماشي في طريق وماشي في اتجاه معين، وبعدين انحرفت عن مسار تكة، شيء بسيط كذا، بس يعني كنت ماشي كذا فسويت زي كذا، تمام. الآن في هذه اللحظة وفي الطريق البسيط ما راح يفرق شيء في حياتك، لكن على الوصول الأخير وعلى بعد المسافة قدام راح تلاقي لا أنت كنت ماشي كذا لكنك صرت في مكان آخر تماما. زي تمرين الرياضيات اللي كنا نسويه لما ينطلق خطين غير متوازية من نقطة معينة، فتلاقيهم في البداية يكونوا متلاصقين، بس بعد كده يبعدوا، بعدين تلاقي الأمور راح هناك بعيد. نفس الشيء اللي يصير في العادات البسيطة اليومية، أنت غالبا ما تلاقي أثرها اليوم، ما تشوف أثرها على تحسين نفسيتك وتحسين صحتك، غالبا مو مرة تفرق يعني، بس على المدى البعيد لا، هي قاعد تبني شيء مرة كبير.
الصفحتين اللي قاعد تقراها اليوم، الراحة اللي قاعد تاخذها، اهتمامك بصحتك، بالرياضة، بالأكل، بغيرها، هذا فعلا قاعد يبني حاجة ما تقعد تشوفها أثرها بالضرورة اليوم، ولا غالبا بتشوف أثر أو مساوئ العادات السيئة في حياتك اليوم، بس حتما راح تشوفها بعد 5 6 7 10 سنوات. لذلك هي باختصار مستقبلك يساوي روتينك اليومي. ايش الشيء؟ يعني هذه العبارة ممكن تكون مخيفة للبعض، ممكن تكون مريحة للي فعلا قاعد يحاول يبني روتين جيد. فالروتين اللي قاعد تبنيه اليوم هو فعلا اللي قاعد يكون شخصيتك ويبني من أنت ومظهرك وشكلك وعلمك وثقافتك في العادات هذه البسيطة. فلو بربطها اليوم بفقدان الشغف بقول إنه وأنت تدرى سيف، يعني أنا أعرف إنه سيف عنده عادات ما شاء الله تبارك الله كثير جيدة وصحية، واهتمامك فيها صراحة يلفتني دائما، واهتمامك في القراءة عنها ومشاركة هذه التجارب مع الناس جدا بالنسبة لي ملهم ورائع، يعني إنك أنت واعي لهذه النقطة من بدري، وأتوقع إنه كثير من اللي يتابعوك كذلك عندهم هذا الوعي موجود وحاضر. فاستيعاب الشخص لهذا المبدأ ولهذا المعنى بشكل مبكر يساعده في إنه أي عادة تقريبا مستقبلية راح يقدر يسويها، لأنه أوريدي قد باني أصلا عادات جيدة، فأي عادة يقدر يبنيها بعد كذا بإذن الله تعالى، وراح يكون مرتاح أكثر في العادات الصحية لأنه متعود طول حياته ينام بدري. فبالتالي حتى بعد سنوات خلاص النوم المبكر هو أصبح جزء من طبيعة الأشياء اللي يسويها، جزء من هويته. الرياضة، أنا شخص رياضي أصلا يعني، فتلاقي نفسك متضايق أصلا لما تبعد عن الرياضة. لذلك في لحظات فقدان الشغف يجد الإنسان والواحد منا إنه حتى الأشياء اللي هو كان بانيها واللي كان متعود عليها واللي هي جزء من شخصيته صار ما يبغى يسويها. فهنا علامة حذر وعلامة خطر وعلامة توحي بأنه خلاص لازم توقف هنا ونرجع نعيد الدائرة من جديد، تتوقف، ترتاح، طالع من بعيد، ترجع توازن وترجع من جديد بإذن الله تعالى. اللي بقوله في الأخير إنه فقدان الشغف يجينا جميعا، وهو يعني المسمى هذا يفهم عند كل واحد منا بأكثر من سياق، ما في تعريف واحد لهذه الفكرة عند كل واحد منا. فتلاقي في واحد يعبر عن فقدان الطاقة والتعب بفقدان الشغف، واحد يعبر عن فكرة إنه ما عاد صار متحمس بفقدان الشغف. عموما أيا كان الوتر اللي قاعدين اللي يوصلك في الأخير هو المعنى واحد. احنا بنتكلم عن الفترات اللي هي يصل فيها الواحد منا لمرحلة احتراق، يحس انه خلاص الدافعية بالقوة قاعد يدف نفسه بالقوة، اصلا قاعد ينام ويصحى. فهي فترة وتعدي بإذن الله تعالى. دورك ومسؤوليتك انك تاخذ الخطوة الأولى. يمكن تحتاج مساعدة عادي ومو غلط تطلب مساعدة، لكن دورك انك انت تاخذ الخطوة الأولى. في شيء غلط يلا خليني أكلم أحد أثق فيه، في شيء غلط خليني أروح أطلب مساعدة من أحد فعلا أتوقع أنه بيده شيء ممكن يساعدني فيه بشكل أو بآخر. في غلط خليني أحاول أوقف، أرتاح، أبدأ أتأمل وأفكر إيش الشيء اللي ممكن يتعدل. في الأخير الموضوع بيدي وبيدك. في الآخر الموضوع في إيدي وفي إيدك. اللي أنت بتعمله النهاردة، يومك، عاداتك، بتروح الجيم، بتذاكر وبتزود من قيمتك، هو ده اللي هيخليك تكون أحسن بعد كده. كلنا بيجيلنا بيرن اوت، كلنا بنفقد الشغف وكلنا بنسى، بس انت قوم عيد حساباتك، شوف حياتك ماشيه ازاي وانت عايز تكون فين. خد بس المبادره، انزل شوف صحابك، اخرج من بيتك، من المكان اللي انت بس فيه مع نفسك والموبايل، وساعتها مفيش طريق غير انك بس ترجع احسن من الاول. هدفي من ان انا اعمل الفيديو ده بصراحه كان ان انا كان بقالي فتره كبيره في المود ده ومش عارف اخرج منه، مش عارف ايه المفروض اعمله بالظبط، مش عارف. فكنت اتمنى بصراحه ان حد يكلمني كده او الاقي تجربه حد زي كده. وبس اتمنى اكون فدتك، وان شاء الله اشوفك الفيديو الجاي. شكرا جدا لعبد الله ان هو ظهر معايا في الفيديو ده، فعلا شرفتني، وشكرا جدا ليك. وهسيب لك لينك قناه عبد الله العلاوي تحت في الديسكربشن، اكيد هتفيدك جدا جدا جدا، وانصحك تدخل تشوفها. وبس، في امان الله، سلام.